السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم في لقاء جديد في السيت اب الجديد إن شاء الله اللي إحنا عملناه. طبعا أنا بدأت أطور جدا في تقديم المحتوى بتاعي، وبدأت طبعا بأولا ضبط عملية الإضاءة وضبط عملية التصوير بشكل قوي جدا، عشان أزود الجودة بتاعة المحتوى بتاعي. وحابب النهاردة أتكلم في فيديو جديد على قناتكم، قناة كبسولة بيزنس. أتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير عشان فيديوهاتنا. لو انت شايف ان هي مفيدة ليك او مهتم حد غيرك يشوفها، شارك الفيديو واعمل لنا دعم للقناة. النهاردة حلقتنا بعنوان إدارة التغيير، وكلامنا في موضوع إدارة التغيير أو التغيير بشكل عام جاي من ناحية ثقافية بحتة، من خلال المعايشة للتغيير. من الجانب النفسي رقم واحد، رقم اتنين ازاي التغيير من ناحية التنمية البشرية. الحقيقة اللي انا عايز اوضحها لحضرتك ان التغيير ذات نفسه بيبقى عن طريق ان انت تبقى اول حاجة تعرف ايه مشاكلك، ايه الحاجات اللي انت عايز تغيرها فيك، ايه الحاجات اللي انت عايز تطورها في شخصيتك، ايه الحاجات اللي انت مثلا شايف انها عيوب فيك عايز تطور منها. امثال الحاجات ديت ان انت لو انت شخص كسول او بيسوف، ازاي تغير ده وتعمل له اداره تغيير؟ ان انت تنظم وقتك. ابدا اعرف المشكله فين، على اساس ذلك ابدا احل المشكله بتاعتي. تاني حاجه، اواجه مشاكلي ازاي. وعمليه مواجهه المشاكل هو محور كبير جدا، لا نستطيع ان نختزله في فيديو او في كونتاكت محتوى مرئي اعلمك ازاي اداره التغيير. ولكن انا هحب ان انا اعمل معاكم حلقات عن اداره التغيير، وتبقى برنامج خاص بنفسه، مشروع كامل بنفسه. يعني ايه اداره التغيير من الناحيه النفسيه ومن ناحيه التنميه البشريه؟ طب هل انا المفروض ابقى مشارك معاك في هذه الرحله؟ انا بقدم المحتوى ده من منطلقين: ان انا قرات في هذا المجال قراءه كبيره، قرات كتب في التنميه البشريه كبيره، وخدت دورات في مجال تطوير النفس البشريه. ازاي تطوير الموارد البشريه اللي هم الافراد، ان احنا طبعا مجالنا وكلامنا وحديثنا عن التسويق الرقمي وعن برضو التنميه البشريه، فالعمليه رابطه. وعشان تنجح اصلا في تسويق رقمي او في تطوير اداره موارد بشريه او موارد بشريه او هيكله شركات، لازم تكون فاهم يعني ايه تغيير، يعني ايه اداره التغيير. الفرق ما بين التغيير ان انا عايز اغير مثلا حالي او وضعي او المرحله الصعبه اللي انا فيها. اداره التغيير انك تدير بذكاء عمليه التغيير اللي انت عملتها، ان انت ما ترجعش لنقطه الصفر تاني، ان انت ما تفشلش. طب يعني ايه فشل اصلا يا اسلام؟ الفشل انك تحط هدف قدامك والمعوقات والصعاب تتحكم فيك فتفشل. طب واحد يقول لي هو الفشل هل يمكن قياسه؟ الفشل اصلا النجاح. النجاح يعني انك تفشل وتتعلم وتاخد خطوة، ان انا فشلت في النقطة دي، انا هنجح المرة الجاية. ليه؟ عرفت ايه اللي فشلني. وانا ذات نفسي انا كاسلام في مجال البيزنس بتاعي، مجال تجارة العطور، كنت عندي مشروع اونلاين. فترة بدأت عمل هذا المشروع، في فترات عدت عليا لقيت نفسي فيها بشوف ان انا عندي مشاكل، ان انا التسويق بتاعي غير جيد، ان انا مش بوصل للعملاء المستهدفين، بيجي لي عملاء تانية مش ان انا مستهدفهم. دي كانت مشكلة، وفشلت في هذا، فشلت في تجارة العطور اونلاين. طب انا تغلبت على ذلك ازاي؟ فين المشكلة؟ المشكلة ان انت مش قادر توصل للعميل، مش عندك فهم جيد او اساسي في مجال التسويق الرقمي. اتعلمت تسويق رقمي، خدت فيه كورسات، حاولت ازاي اعرف انا اوصل للعميل، ازاي البيزنس بتاعي يبقى يوصل لاستهداف مميز، ازاي العلامة التجارية بتاعتي او دايموند فريجرانس ازاي اخليها توصل لكل الناس.
والناس يعرفوها والناس يشتروا منها. دي كانت مشكلة قدرت احقق فيها تغيير. طب ادارة التغيير ان انا ما ارجعش لنقطة الصفر، ان انا ادير هذا التغيير بطريقة ايجابية، ان انا ما فشلتش تاني، ما ارجعش تاني اقول انا فشلت بسبب عدم اهتمامي بالتسويق فانا رحت اتعلمت تسويق. الحاجة اللي برضو عايز اتكلم فيها ان مش شرط النجاح يبقى ترك على طول معاك في طول الحياة، لان هيجي عليك اوقات تفشل وهتحتاج انك تغير من نفسك في حاجات كتير، على الجانب بقى تعاملك مع الناس، على الجانب النفسي انك تبقى مثلا بتتضايق او بتكتئب او بيجيلك عملية من الضغوطات النفسية من شغلك. دي حاجات محتاج تتغير فيها. انا هكلمك عن التغيير. انا اسف لو المقدمة كانت كبيرة، بس كان لازم اكلمك في الكلام ده عشان انا شايف ان هو قد يكون مفيد لناس كتير. عايز اقول لك ان ادارة عملية التغيير لازم اعرف انا دلوقتي قدامي مشكلة، لازم اعرف ايه المشكلة اصلا واحددها واوصفها واعرف مشكلتي في ايه. يعني واحد مثلا طالب في الثانوية العامة، احكي لكم على السكيل دي، عن المثال ده. يعني الطالب ده فشل، جاب 70%، هو فشل خلاص، فشل. لو هو في النظام اللي هو بيديله فرصة انه يسمح له انه يعيد السنة عشان يحسن من فشله فينجح في سنة جديدة وياخد فرصة جديدة، الفشل كان في ايه؟ ان هو ما ذاكرش، فبالتالي دخل وهو مش مذاكر ولا حل امتحانات كتير ولا خد باله من الاسئله وطريقه اجابتها او عرف ازاي يجاوبها، او حتى دخل جاوب غلط بطريقه الاجابه الصح اللي بتتعمل، فهو فشل في دي، عرف فشله. يبقى انا اذاكر، اجتهد، ابص لمذاكرتي ومستقبلي عشان في النهايه اخش كليه كويسه، فابقى بين الناس راجل محترم وراجل ليا وضعي ومكانتي في المجتمع. لان مثلا لو هو جاب تقدير وحش، ايه النتائج المترتبه على ذلك؟ على فكره اللي جاب تقدير وحش هو فشل تعليميا بس ما فشلش في انه ينجح في حاجات تانية في حياته. يعني ممكن هو وانا شفت نماذج زي دي كتير. واحد صديق ليا كان جاب مجموع رغم انه كان شاطر جدا، كان في علمي، جاب مجموع وحش على النظام القديم بتاعي، دخل معهد نظم معلومات وإدارة. هو دخل المعهد، قد يرى البعض ان معاهد النظم المعلومات او المعاهد اللي تتعلق بالإدارة، انت بمفهومك الضيق كطالب تعليم عالي مش عارف الكليات دي او المعاهد دي او الحاجات ديت ممكن تنجح فيها ولا لا. فهو دخلها، طبعا زعل انه جاب تقدير وحش، بس هو في النهايه بقى معيد. ليه؟ قال لك انا خلاص فشلت في دي، انا هنجح فيها. انا فشلت ووصلت لدي، طب انا هثبت لكم ان انا ناجح. رغم ان هو كان بيذاكر وبيجتهد بس تقديره جه، او هو ربنا عايزه يبقى في الحته دي، عايزه يجيب التقدير ده 70%. فراح دخل معهد وراح قدم في المعهد، واول سنه جاب تقدير كويس، تاني سنه، تالت سنه، سنه رابعه نجح وجاب تقدير كويس، اتخرج بجيد جدا. كان في فرصه ان هو يقدم ويبقى معيد في الجامعه، طلع من الاوائل وقالوا له خلاص تعالى معانا معيد ودرس بقى للطلبه. طب هو ممكن بقى على فكره ياخد من الحته اللي وصل لها دي نجاح اكبر، يكمل يعمل ماجستير بعد كده يبقى دكتور، وهو بيدرس في معهد حكومي بالمناسبة، معهد معترف بيه، او حتى مش حكومي ده، لو على شخص تاني يعني مثلا درس في معهد خاص، هو لو عمل ماجستير وكمل دراساته الأكاديمية وقراءاته في تخصصه، مثلا لو في القانون، لو في الإدارة، لو في المحاسبة، لو في أيا كان، لو في هندسة، لو في علوم تطبيقية، في كل القصص دي هيكمل بعد كده، هينجح بقى. يقول لك انا مثلا اروح جامعه خاصه، اروح كليه خاصه، لو في فرصه ان اعمل زماله وادرس في كليه حكوميه طالبه ناس، يقدم امتحانات او في مسابقه يقدم ويخش ويكمل، وممكن ده يفتح له طريق انه ينجح نجاح اكبر، يبقى دكتور جامعه في جامعه خاصه كبيره، ياخد ضعف اللي هياخده مثلا في كليه حكومه مثلا. انا بقول لك، والمعيار الحالي دلوقتي في مصر
المعيار الحالي في الظروف الحاليه ان انت نجاحك مرتبط بانت بتاخد كام. وده للاسف يعني هو كان قد يرى البعض انه فشل في الثانويه العامه بس نجح وبقى معيد وبقى ياخد مبلغ كبير، فهيعتبروا الناس ان نجاحه مش بس انه وصل بقى معيد او وصل لمكانه علميه متميزه، انه وصل بقى ياخد مرتب كويس. وعلى فكره يعني بالمناسبه صديقي دوت بدا يحول مسار حياته من ان هو عايز ينجح بس. انا فشلت في الثانويه العامه، انا واخدها تحدي، انا هثبت لكم ان انا ناجح. قدر يطور من نفسه ازاي؟ اتصدم من الفشل واتصدم من اللي حصل له، بس هو قام وقال انا عندي امل ومش عايز ايأس وعايز انجح، مش عايز بقى حاجه تعطلني. هذا هو مفاهيم ومعايير النجاح. قدر يغير من نفسه بمفهوم التغيير وبدأ يدير نجاحه. ان بعد كده قال لك انا لازم اكمل نجاحات، انا اخدت ماجستير، طب انا ايه المانع ان اسافر بره؟ صاحبي ده دلوقتي مسافر في امريكا بيكمل دراسات عليا بره. هذا هو مفهوم النجاح. انا بقول لك القصه دي لان القصه دي كانت تلهم البعض ممن فشلوا في الثانويه العامه. وعلى فكره انا حاليا برضو اشخاص تانيين جدا، اشخاص تانيين برضو على علاقه بيهم وصداقه بيهم، ناس دخلت كليات قمه. مثلا حد دخل كليه الطب، هو دلوقتي انا مجموعي كان كبير ودخلني كليه الطب ودخلني كليه قمه بس انا مش حاببها. في هذه المرحله هو برضو محتاج للتغيير. التغيير اساس للنجاح، ومن معايير ان انت تبقى ايجابي وتوصل لمكانه متميزه في المجتمع، او توصل في مكانه متميزه في العلم، او توصل لمكانه متميزه في الحياه كلها. وصاحبي اللي في كليه الطب ده اصلا بعد فتره، بعد سنه ثالثه كليه الطب، قال انا حاسس ان اهتمامي في اداره الاعمال. وعلى فكره بالمناسبه هو ساب كليه الطب وقدم لكليه تجاره. والقصه دي حقيقيه 100%. وبدأ يدرس الحاجة اللي لقى شغفه فيها، بس لما راح قدر يدير التغيير في حتة ان انا سبت كلية الطب اللي هي كلية القمة بس داخل دي عشان انجح، مش هخش عشان افشل. لان ساعتها هو كان قدامه خيارين: يدخل اي كلية وعايز لان مجموعه كان كبير، ولا يخليه في كليه الطب. قال لك لا انا عايز شغفي وطموحي والحاجه اللي لقيت ان انا بحبها وانا بدرس الحاجه اللي ما بحبهاش. مع احترامنا لطلبه كليه الطب، هو نجح بعد كده في اداره الاعمال. وبالمناسبه هو حاليا تقريبا سنه تانية جامعه. لما دخل كليه التجاره ودرس تخصص اداره الاعمال، خد كورسات خارجيه وهو لسه طالب، وبدأ بقى مدير لإدارة شركة دعاية وإعلانات. مسك إدارة قسم داخل الشركة، بقى مدير إداري كبير داخل هذه الشركة. ومسك تخصص بقى في إيه؟ تخصص في إدارة الدعاية والإعلانات. لأن طبعا علم إدارة الأعمال أنت بتدير أي حاجة لها علاقة إنك أنت تديرها، شركة دعاية وإعلانات، شركة أغذية، شركة تجارية، أيا كان بتديره. علم إدارة الأعمال يتيح لك إن أنت تبقى مدير إداري كبير في هذا المجال. أنا كلامي ليك إنك تاخد العبرة من القصتين دولت وتتعلم منهم. ولاحظ إن أنا ما اتكلمتش قلت لك قوم هد الجبل، قوم كسر الدنيا، قوم اتغير، قوم انجح. الكلام ده مش هيفيدك قد ما تشوف قصة وتجربة عملية دقيقة جدا في السرد وفي الحوار وفي طريقة التقديم. ان انت لما تشوف قصة نجاح زي دي تاخدها وتقوم بقى انت خلاص. وقصص النجاح هدفها الحقيقي ليك ان انت تاخد منها عبرة. ده فشل في الحتة دي بس نجح في الحتة دي، يعني انا كمان اقدر انجح، يعني انا كمان اقدر
انجح نجاح اكبر منه. ليه؟ لان هو عمله. طب انا اقل منه؟ انت اذكى انسان على وجه الارض، افضل انسان اتخلق على وجه الارض، عندك امكانيات جباره، عندك قدره جباره على حفظ المعلومات وعلى اداره حياتك. دي اول حاجه. وتقدر تنظم وقتك ان غيرك عمل كده، وقادر ان انت تدير حياتك نحو اهدافك بشكل صحيح وتتحكم في نفسك. اللي حقق هدف انت كمان تحققه، انت ما فاكش حاجه ناقصه عنه. يا عمي هتقول لي اخد خبره واخد علم، خد خبره خد علم، ايه يعني؟ اتعب شويه. عايز تبقى دكتور وتدخل كليه الطب، اتعب ذاكر، ما هو طريقها كده. طب هتقول لي يا عم انا ذاكرت بس انا قلقان وخايف. ما هو انت برضو المفروض تسعى، والباقي مش عليك، انت مش مالكش في النتيجه. انت ليك انك تسعى، وعلى الله التسهيل، وعلى الله النجاح، وعلى ربنا سبحانه